الفرق بين المصمم المبتدئ والمصمم المحترف مش البرنامج، لكن الفرق في فهمه للقواعد اللي بتخلي العين ترتاح وتشوف الجماليات من غير ما تحس. والجماليات اللي لازم تعرفها واللي هتفرق معاك جدا هي الديزاين برنسبلز او قواعد التصميم. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم محمد ياسر من قناة مويا ستوديو. النهاردة هنتكلم عن حاجة بسيطة جدا ولكن هي سر لأي تصميم ناجح. بنشوف كتير من المصممين بيشتغلوا من غير ما يكون عندهم وعي بالقواعد، ويمكن فعلا يطلعوا تصميمات حلوة تقنيا ولكن مش هتكون مريحة للعين ولا مطابقة للمعايير. وعشان كده احنا معانا النهاردة 5 عناصر هنهتم بيها، وهي الديزاين برنسبلز، علشان التركيز عليها وتطبيقها في التصميمات بتاعتنا طلع معانا تصميم ناجح بصريا. نبدأ مع بعض في أول قسم أو أول عنصر معانا، وهو التوازن. بالانس. التوازن هو توزيع العناصر بتاعتنا في التصميم علشان نقدر نحقق راحة العين، وده علشان نوصل له لازم طبعا يكون كل حاجة مظبوطة، سواء كانت سيمتريكال أو اي سيمتريكال. لازم نحط العناصر بتاعتنا بشكل توزن التصميم، لان احنا نحط صورة او بيكتشر على اليمين، نحط قدامها نص كتابي او تكست على الشمال، بحيث ان يبقى فيه توازن ما بين التصميم. تاني عنصر معانا او تاني قسم وهو التباين، كونتراست. التباين مش بس ابيض واسود، ممكن يكون بين احجام، بين خطوط، بين اشكال مختلفه. يعني مثلا تخيل معايا بوست كله بدرجه لون واحده وليكن الرمادي، هل هيشدك او هيكون مريح بصريا ليك؟ ما اعتقدش. العنصر الثالث او القسم الثالث معانا وهو الهيراركي، وهو التسلسل. هنا بنتكلم عن اهم عنصر من عناصر التصميم، ده اللي يقدر يعلمك ازاي توصل رساله بسرعه، زي مثلا انك تحط عنوان واضح وكبير في التصميم بتاعك، ان انت تهتم بالعناصر المهمه وانك تظهرها في التصميم بتاعك، وطبعا ان انت تاخد العناصر الثانويه او الغير مهمه وتخليها مش باينه قوي في التصميم او مش مؤثره على التصميم بشكل رئيسي. القسم الرابع معانا وهو المحاذاه او الالاينمنت. والمحاذاه والالاينمنت طبعا اتكلمنا فيها في الفيديو اللي فات، لو ما شفتوش تقدر تشوفه من اللينك اللي هيظهر دلوقتي على الشاشه. والمحاذاه نقدر نقول ان هي السر اللي بتخلي التصميم كله يبان شيك ونضيف، يعني بيروق التصميم كده وبيخليه كله ككتله واحده او تصميم مترابط مع بعض. ده بنقدر نعمله عن ايه؟ عن طريق ان احنا نهتم بالجريدز والجايدز بتاعتنا، علشان العناصر بتاعتنا ما تبقاش مرميه او منطوره في الديزاين بتاعنا بشكل عشوائي. طبعا في عشوائيه بتكون مقصوده، ولكن انا بتكلم على العشوائيه اللي فعلا منفره وبتضايق الواحد فيجوالي او بصريا. يعني لو بصيت على تصميم احترافي هتلاقي كل حاجه متظبطه جوه لاين واحد او جوه مربع خفي وماشيين على خط واحد حتى لو انت مش شايفه. ده هيبان معانا طبعا في النماذج اللي باينه على الشاشه دلوقتي. العنصر الخامس معانا وهو القسم الاخير او النقطه الاخيره، وهي البروكسيميتي او القرب. معناه ان العناصر اللي ليها علاقه ببعض تكون قريبه من بعض، ما تبقاش بعيده عن بعض، علشان نقدر محافظين على الاتصال بين التصميم والاتصال ما بين عين المتلقي علشان ما يتوهش مننا. زي مثلا العنوان والوصف او السب تايتل اللي بيكون تحت التايتل، ما ينفعش يبعدوا عن بعض علشان المتلقي ما يتوهش مننا ولا يتفصل، فلازم يبان العلاقه ما بينهم. دول كده الخمس قواعد اللي بيتبني عليهم اي تصميم ناجح، سواء كان مقصود او غير مقصود، لازم يكونوا موجودين. عايزك بقى دلوقتي تفتح اي بوست او تصميم كنت عامله قبل كده وتبص عليه واسمع القواعد، او لو كنت كاتبهم في ورقه وطبق عليه القواعد دي، وشوف هل انت كنت محقق القواعد دي في الديزاين بتاعك اللي انت كنت عامله ولا لا. ولو ما كنتش محققها يا ريت تجرب تحققها في نفس التصميم، وساعتها قارن ما بين القديم والجديد. صدقني هتلاقي في فرق كبير قوي ما بين قبل وبعد، واخد التصميم في حته تانيه. ويا ريت تكتب لي في التعليقات اكتر قاعده حاسس ان هي صعبه او حاسس ان انت ما بتعرفش تطبقها، علشان نطبقها مع بعض. حتى لو كان حاجه صعبه شويه او محتاجه شرح كبير نقدر نشرحها في فيديو تاني. وبكده نكون خلصنا حلقتنا. لو عجبتكم متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس، واستنونا في حلقه جديده. سلام.